طبعا اللقاء ده مميز جدا مع الفنان الكبير والزمن الفني الجميل الفنان طارق النهري اللي مشرفنا النهارده في انتخابات نقابه المهن التمثيليه في وسط نخبه من نجوم الصحافه والاعلام ورجال الاعمال. النهارده في وجود الفنان الكبير احمد بدير وفنان يحيى الفخراني والفنان نهال عنبر والفنان ايضا عامر والفنان احمد قلب. مش عايز انسى حد. الاول اتشرف بالفنان الكبير طارق النهري كلاكيت تاني مره. اهلا بيك يا فندم. منور النقابه والله. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك. انت ايه رايك في التنظيم وايه رايك في النقابه؟ شايف كل شيء جميل جدا، شيء محترم جدا، وربنا يوفق الجميع يا رب. انا شايف مهرجان فعلا، مهرجان جميل قوي 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 قوي، واتمنى التوفيق للجميع يا رب ان شاء الله. الفنان الكبير اشرف زكي طبعا مرشح نفسه كنقيب وهو نقيب حاليا، والاستاذ احمد السيد. انت شايف حضرتك التجديد مطلوب ولا وجهه نظرك ايه؟ بص هقول لحضرتك حاجه، بالنسبه للفتره اللي احنا فيها دي الاستقرار مهم جدا جدا جدا. اشرف زكي راجل حفظ كل عضو في النقابه وعارف كل حاجه في النقابه، وعارف يعني في ناس كتير جدا بتطلب حاجات بالتليفون بيعملها وهو قاعد. احنا عايزين ده، عايزين راجل يبقى في ظهرنا دايما، واشرف زكي باكينج فعلا لكل اعضائنا. تمام. الفنان طارق النهري، عفوا انا ما بحبش اتكلم في الحاجات دي، بس في فنانين في الفتره الاخرانيه ديت ظروفهم وحشه، قاعدين في البيت، طلعوا على السوشيال ميديا اشتكوا ما فيش شغل، اللي باع عفش بيته. عفوا يعني في هذا الكلام، فانت ايه رايك في هذا الكلام؟ هل ده يعني حقهم ان هم يتكلموا ولا مش حقهم؟ انا بتكلم كوجهه نظر كاعلامي، حقهم ان هم تعبوا، حقهم وتعبوا وكبروا واتربوا في المهنه ديت، ازاي انساهم؟ هو بس انا بطلب من النقابه النهارده في ناس مع احترامي ليهم اللي هم بيشتغلوا بتصاريح، لا تمام، اوقف بقى وشغل اعضاء النقابه الاول وبعدين الاولويه طبعا الراجل العضو اللي خريج معاهد وهو ده اللي يشتغل. خلاص النجوم بقوا نجوم، ما تتكلمش فيهم. انما النهارده اقفل الباب بتاعك، كل اللي عايز يمثل يدخل يمثل، يدفع مش عارف 10 جنيه ويمثل. لا النهارده اللي عايز يمثل عدي يا سؤال، عدي يا سلومي، عدي يا سلومي، سوري. فاللي عايز يمثل يمثل كمان، بس ما يمثلش بقى تبعنا، يروح يمثل في الميديا، السوشيال ميديا اللي معموله. انما النقابه لا، النقابه ليها سيستم معين، ليها نظام معين، سيستم، ولازم نوقف المهزله ديت شويه، وربنا يوفق الجميع يا رب. من خلال البرنامج بتاعنا ايفنت بنيجي على قناه الحدث وقناه ميديا سينما، المخرج يوسف بشاره، بنقول لك مبروك على المسلسل بتاع رمضان جعفر العمده. جعفر العمده وسوق الكانتو وضرب نار. جعفر العمده مع الفنان الكبير محمد رمضان والفنان حسين التركي. وفي طول مين المجموعه؟ معنا الاستاذ محمد رمضان، معنا مي كساب، معنا هلا صدقي، مع احترامي طبعا للالقاب ومع احترامي للترتيب، معنا منى فضالي، معنا ايمان العاصي، معنا الاستاذ احمد فهيم، معنا مجموعه كبيره، بس عشان مش عايز انسى حد طبعا، والاستاذ محمد سامي على راسهم، المخرج الجميل العبقري. انا اقدر اقول بقى، مش عايز اقطع الحديث معاك، ان الفنان طارق النهري راجع بقوه ان شاء الله، بسم الله ما شاء الله. امرك يا رب ان شاء الله، بامر الله، بامر الله. نورت البرنامج ايفنت المليجي على الحدث، نورتني. الاعلامي سعيد المليجي، وربنا يوفقك. شكرا يا فندم. شكرا.